تمام. عايزه اقول لكم ايه كمان. زي ما قلت لكم اللي هو حالته تعبانه قوي ب10 وفي ب15، واحلى حاجه في السوق منه ب20. اوعى حد يضحك عليكم. احلى حاجه منه ب20 جنيه الاناس او الكنتالوب زي ما كل واحد بقى بيسميه. الموز طبعا عارفين غالي شويه. الموز 2 كيلو ب35 يا بنات. انا جبت ال3 كيلو دول ب100. طبعا هتدخل متابعه حبيبه قلب جديده. هتقول لي يا ام اياد ايه الخضار ده كله؟ لا ده خضار كتير، لا مش عارفه. انا اقول لكم يا بنات انا بجيب خضار الاسبوعين، وبقالي 3 اسابيع انتوا مش نزلت لكم فيديوهات خضار، لان بجد كان عنده ظروف كده وما نزلتش اجيب الخضار. فده خضار اسبوعين يا بنات. انا ما بجيبش الخضار الاسبوعين. كل اللي متابعيني عارفين ان انا ازاي بحتفظ بالخضار. واحنا طبعا داخلين على الصيف هنعمل لكم فيديو كمان غير الفيديوهات اللي قبل كده. تمام. طبعا مش عارفه اصور من القطط بتدخل على السمك. هم اهم حاجه عندهم الحاجه الزفره يعني. تعالوا بقى ندخل على بقيه الخضار. زي ما قلت لكم بقى خلصنا الاناناس والموز. هندخل على البطاطس النهارده يا بنات. البطاطس دي كل ساعه في حال. احلى بطاطس في السوق يا حبيبه قلبي في سبونطه وفي كده معرفش في انواع كتير، بس احلى نوع هو اللي فيها النقطه الحمراء دي. قولوا لي بتسموها عندكم النقطه الحمراء او العين الحمراء. 2 كيلو ب25 يا بنات. دي الوزنه دي كل وزنه 2 كيلو. وزنوا وزنات اتنينات عشان طبعا زي ما قلت لكم قبل كده لا تتلخبطوا في العدد ولا تتلخبطوا في الموازين. دايما ما توزنوا اي حاجه خاصه الطماطم والبطاطس، لان دي اكتر حاجه احنا بنكترها في البيت واكتر حاجه بنستهلكها. فدول اكتر حاجه انا بستهلكهم فبجيب منهم وزنات كتير. فانا جايبه البطاطس اللي كل وزنه 2 كيلو. ال 2 كيلو ب 25 يا بنات. في سبونته كده صغيره بس مش حلوه قوي. كانت النهارده الكيلو ونص ب10، بس عشان ديت بتنفع آلية وطبيخ فانا بجيبها اكتر مضمونه يعني. تعالوا برضو عايزه اقول لكم ان السوق فعلا بقالي فتره. الطماطم الاسبوع اللي فات كنت طبعا ما جبتش خضار فكنت في مركز فوز. لقيت الطماطم وحشه جدا يا بنات وصفرة ومش حلوه جدا. كان سعرها من 25 ل 40 جنيه. والله العظيم يا بنات كانت احلى طماطم مش حلوه قوي وب 40 جنيه وكبيره. سواء النهارده في الخضار بتاعنا صراحه لقيت الطماطم الجميله دي. انا بعشق الطماطم الصغيره اللي قلت لكم. ليه بنجيب الصغيره يا ام اياد؟ لان ديت ما بتاخدش هرمونات كتيره. استصغروا الخضار يا بنات مش تستكبروه. الخضار الصغير ده بيبقى مستوي من غير هرمونات. تمام. الطماطم النهارده ب 25، يعني 2 كيلو ب 50. يعني 6 كيلو دول كنت بجيبهم ب 60 جنيه. ده اقل حاجه. تخيلوا 6 كيلو عاملين 150 جنيه النهارده. شوفي لما 150 جنيه بطاطس، وشوف 150 جنيه بطاطس و150 جنيه طماطم، يعني 300 جنيه يا بنات. 300 جنيه نروح نجيبهم بطاطس وطماطم هيكفوا ايه؟ وانا 6 افراد عندي وما شاء الله اصغر حاجه عندي في رابعه ابتدائي، يعني ما شاء الله ما عنديش اطفال صغيره قوي يعني. فاهمين؟ فاحنا نروح فين في الاسعار دي؟ الله المستعان. ربنا صبرنا وصبر الناس اللي على قد حالها، اللي يعني ماشيه بيومها يوم بيومه يعني. تمام. انا مش عارفه الطماطم دي هتودينا لحد امتى. اعتبريها